كتير مننا بيعلق بالسلب على وشوش الناس اللي بيشوفها وهو رايح الشغل الصبح، وبنستغرب وكأن الناس صاحية وعلى وشها النكد. في الحقيقة مش ظروف بس الحياة هي اللي مخلية الناس كده، بدليل ان كلنا بنمر بنفس الظروف دي. وفي ناس دايما تلاقي وشها بشوش جدا ومبهج خالص. في الحقيقة ده السبب ان هما اتربوا على البشاشة والبهجة دي. طب يا ستي، يعني هي دي اللي هتحللنا مشكلة التربية؟ في الحقيقة البشاشة دي عنصر أساسي جدا في التربية. تعالوا نعرف ازاي وليه، وهل هي حاجة طبيعية بيتولد بيها الإنسان ولا دي حاجة مكتسبة؟ أهلا بيكم متابعين برنامج فكرة مع مارجو. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان توصلكم كل حلقاتنا، ويلا اعملوا لايك وشير للفيديو علشان كلنا نعرف عنصر أساسي من عناصر التربية، والكتير للأسف مننا بيهمل العنصر ده. يلا نعرف ليه البشاشة عنصر أساسي من عناصر التربية. أول حاجة لأن الطفل قبل ما بيترجم أي مجاملات أو كلمات أو أي تنبيهات بتتقاله بيقدر إن هو يترجم البشاشة اللي على وش الأم أو الأب أو حتى قرايبه برسالة صغيرة: أنا بحبك، أنت حلو، في أخبار حلوة هتسمعها دلوقتي. الابتسامة بتدي قدامي الثقة في إنه يتكلم ويتجرأ ويتعلم ويجرب حاجات كتير، وإنه يعبر عن خطأه بدون أي رعب تماما. كمان الابتسامة أو البشاشة دي حاجة معدية، فطفل هياخدها مني تلقائي. في فيديو اتنشر من فترة على السوشيال ميديا هيأكد لنا الفكرة اللي بقولكوا عليها. تعالوا نشوف جزء صغير منه وارجع لكم تاني. الفيديو ده حقيقي جدا في معناه، والدليل ان كلنا لما شفناه اترسمت الابتسامة على وشنا تلقائي. طيب البشاشة دي صفة طبيعية، يعني ناس تولد اصلا كده، وانا دي مش طبيعتي. في الحقيقة لا، البشاشة دي صفة مكتسبة، واي حد فينا يقدر يكتسبها بالتركيز والتدريب المستمر عليها، والموضوع مش صعب. وكمان كل طفل بيتولد بيبقى عنده ميل طبيعي للابتسامة، وهنا بيجي دورنا احنا. يا اما تخلي الطفل يكبر بالحب والحوار وانه ينمو في جو عائلي جميل، او انك تخفي الابتسامة منه بالتدريج لغاية ما وشه يبقى كئيب زي كتير من الناس اللي بنشوفها دايما شايلين الهم. البشاشة الحقيقية بتيجي منين؟ عشان ما كنتش انسان مصنوع الابتسامة لازم اكون راضي عن حياتي وبشكر ربنا دايما. ومش معنى كده ان ما يكونش عندي طموح، لا، انا اسعى اني اطور من نفسي، لكن في كل حاجة هيسمح بيها ربنا انا هشكر عليه. هنا في تحذير مهم جدا بالاخص للام. حاولي على قد ما تقدري لو في مشاكل مع جوزك او ظروف في الحياة المادية صعبة جدا عليكم، حاولي ما تستسلميش للحزن والاكتئاب. تخيلي كده النظرة الاولى اللي هيشوفها طفلك اول ما يتولد من احن حد عليه في البشر تكون نظرة وش مكتئب، كأنك بتقولي له اكتئب طول حياتك. للأسف كتير من الأمهات بقت تتعرض لاضطراب اسمه اكتئاب ما بعد الولادة، في بترفض ابنها اللي ولدته كأنها مش عايزاه، والموضوع بيبقى قوي وبيبقى فيه نوبة عياط شديدة جدا، وده بسبب ان الام استسلمت للظروف الصعبة والحزن والاكتئاب اللي اتعرضت ليه في فترة الحمل. وعلى قد ما الموضوع منتشر جدا انه ممكن علاجه، وده يخرجنا لقاعدة مهمة جدا في التربية: على الام والاب ان هما يفصلوا بين المشاكل والهموم والاحباط في لحظة تعاملهم مع الطفل، وان هما يحاولوا دايما ان هما يشكروا ربنا قدامه، ويشكروه بالاخص عليه هو ان هو اجمل واغلى هدية ربنا اداها. ومن نعم ربنا علينا غريزة الامومة. مفيش ام بتنسى الام الولادة، لكن غريزة الامومة بتتفوق على كل الام الجسم. فنلاقي الام رغم ان وشها تعبان وموجوع بيتحول في لحظة لوش مبتسم وسعيد، وتستقبل ابنها بفرح وبحضن دافي. ونلاقي ان الابتسامة واللمسات الاولى دي لها تأثير العمر كله على حياة ابنها. والطفل وهو بيكبر بيبدأ يراقب ملامح باباه ومامته، وبيكون انطباعاته الأولى عن اللي حواليه من نظراتهم. عشان كده مهم جدا ان احنا نحافظ على وشنا دايما مبتسم وهادي، لان ده هيساعد ان الطفل ده يكبر
وهو ما بيخافش، ما عندوش اي اضطرابات، تكون شخصيته قوية مش مهزوزة. علاقة الأب بالأم من أكتر الحاجات اللي بتشغل بال الطفل الصغير، واللي احنا بنبقى فاكرين إن هو مش فاهم حاجة. بالعكس، هو بيستمد ثقته بنفسه وحبه ليهم لما بيشوفهم بيعاملوا بعض باحترام وإعجاب، وحبهم لبعض يبان قدامه. متأكدة إن في ناس دلوقتي بتقول الكلام سهل، مين اللي هيقدر يرسم الابتسامة والهدوء ده على وشه طول الوقت؟ واحنا في عصر اصلا صعب جدا، ومتطلبات الحياة صعبة، وكلنا في صراع علشان نقدر نطور من نفسنا ونقدر نواكب العصر ونربي ولادنا حلو. في الحقيقة هرجع واقول تاني، لازم نفصل ما بين الحياة والشغل وما بين استقبالنا لأولادنا بابتسامة، لأن دي ملهاش بديل. وده مطلوب مش بس من الأب والأم، يعني حتى تيتا وجدو وأصحابنا وقرايبنا. مهم جدا لأي حد يقابل الطفل إنه يرسم الابتسامة قدامه. والبشاشة دي أمر مطلوب في كل مراحل التربية، يعني وقت اللعب، وقت الأكل، قبل النوم، وقت المذاكرة، اللي للأسف بقى عبارة عن خناقة قايمة ما بين الأم وأولادها. وعايزة ألفت انتباهكم هنا لجزئية، إن الضحك وقت المذاكرة ده بيعلي تركيز الطفل جدا ويساعده إنه يستقبل معلومات بسهولة. وعلى العكس، الضرب والزعيق دايما بصفة مستمرة وقت المذاكرة ده مش بس بيقفل الطفل من المذاكرة، بيقفل الطفل من إنه يعمل أي حاجة. طب واحنا هنربيهم ازاي واحنا طول الوقت بنبتسم ونضحك والدنيا وردي كده؟ احب اقولك ان الابتسامة المستمرة والبشاشة المستمرة دي بتدي قيمة كبيرة جدا للوقت اللي انت هتضطر فيه تتعامل مع الطفل بحزم وشدة. لما تلاقي ابنك مثلا بيكرر الغلط كتير وانت لازم تاخد معاه موقف حاسم، هنا هتلاقي الطفل بيلاقي ان المعاملة اختلفت. على العكس، لو كان هو شايف الوش اللي قدامه دايما بيزعق وبيلوم، طب ما هو خلاص، ما هي كده كده ماما بتزعق، مش هتفرق معاه حاجة. كمان رصيد البشاشة ده بيساعدني لما اجي اأدب واتعامل معاه بحزم، انه ما يفقدش الثقة بنفسه، لانه متأكد جدا من حب بابا وماما ليه اللي بيعبروا بيه دايما عنه بالابتسامة ليه. بالعكس، الطفل لما يشوف مامته زعلانة ومتضايقة من الغلط اللي هو عمله، هيبتدي ان هو يغير من نفسه ويحاول يصلح الغلط ده، لانه مش عايز يفقد المحبة اللي بيشوفها دايما في ابتسامة مامته وباباه ليه. عايزين نخلي الابتسامة خلفية كل حوار بيننا وبين أطفالنا، حتى لو تحول الحوار ده لجدال طويل مع نمو الأطفال لسن الشباب. مش عايزين ان احنا نفقد الابتسامة بتاعتنا دي من وشنا، حتى لو كترت الأسئلة بتاعتهم وإلحاحهم وعندهم. عايزين نحافظ على الحوار ده يكون فيه أقل قدر من الانفعال وأكبر قدر من ضبط النفس، إن تكون فيه تعليقات مرحة كتير، إن تكون فيه كمان أفكار بناءة تبنيهم صح. الطفل بيكون فلسفته في الحياة وفي التعامل مع كل اللي حواليه من خلال نظرات باباه ومامته في التعامل مع الناس الغريبة بالأخص. فبيبتدي يشوف هما بيعاملوا الناس الغريبة دي بتعالي أو برفض، هل بيعاملوهم بخوف أو عداوة، ولا التعامل ده بيبقى فيه تفاهم وإعجاب ومحبة. كل النظرات والانطباعات دي بيكتسبها الطفل الصغير مننا، وبيبتدي يستخدمها كردة فعل في التعامل مع الناس الغريبة فيما بعد في المستقبل. 3 حاجات عايزين نبدأ نتدرب عليها من النهاردة. أول حاجة، إن أنا أبدأ اليوم وأنهيه بابتسامة وحضن جميل لابني أو بنتي. تاني حاجة، إن لما أقابل أولادي في أي وقت دخولهم أو خروجهم، لازم أقابلهم بابتسامة كبيرة جدا، لأن دي هتديهم قوة وطاقة تساعدهم إن هم يتغيروا لأحسن حاجة أكتر مما أتوقع أنا منهم كمان. فما تحرمهمش من الابتسامة دي. تالت تدريب تعالوا نتدرب كلنا إننا نبتسم في وش كل حد نقابله، سواء الجيران، البياع، أصحابنا وغيرهم، لأن أولادك هيبتدوا يلاحظوا ده من غير حتى ما أنت تاخد بالك. وابتسامتك دي هتساعدهم إن هم يحسوا بالأمان، وهتساعدك وتساعدهم ان الابتسامة دي تبقى عادة. يلا ابعت الحلقة ديت لكل حد انت بتحب تشوف ابتسامته وشجعه على الابتسامة. اشتركوا في القناة واعملوا لايك للحلقة. اشكركم جدا لمتابعتكم، ربنا يملى كل حياتكم بهجة. سلام.